الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وآله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، أما بعد. واعلم doğru mu? Evet. Şimdi alemi biraz zor ama مشار بكنا محدد الجهات بجنورا. واعلم أن تقدم يد سماء جدودا ماي أم دوام ويتكن Evet. قدو جهتا باسا جهتا يعني تحديد تعريفات جهتا هي كبر بها شوايا باسا ويتكن يعني نقول سيدة رياضكم أن يتعين وضع الجهة في محال أو ملاء متشابه فإنه ليس حد من المتشابه أولى بأن يجعل جهة مخالفة لجهة الأخرى من غيره، فيجب إذن أن يقع بشيء خارج عنه. جاء تعريف جهتها بالجسمات شيء معلوم، يعني مثلا دوجلكية يا toplum ki şey ki yani cihat ki naval ki çirme beraber yani varlık ki öyle varlığı cihati beyan ki Yani. hava sevi çepevi çoravi verivi Nubivi Şimalivi. Doğru mu? Evet. يعلم أن تقدم محدد الجهات على ذوات الجهات تقدم محدد الجهات على ذوات الجهات يعني على الجهات على ذوات الجهات على الجهات بعينهم. محدد الجهات يك تعريف الجهات الدكة ومثلا مجن عرض محدد الجهات يك تعريفها كل سريبة جسم كل سريبة أما بيشياوي بارشياوي ياخد şimali, yemini, oraya. Ondan sonra mağribi, matla'i, ya müsaade. İca tabii ki burada takadduma تقدم محدد الجهات على ذوات الجهات تقدم يجوز أن يكون بالعلية. تقدم محدد الجهات ذوات الجهات تقدم يجوز أن يكون بالعلية تبكو بعلية علتي جهات طبعا يعني تقدم محدد لسر زواتا تقدم بعليته يعني يكون محدد التي ذوات الجهات تمام وش التي هي çünkü أوي بليتك يعني تمام لا من حيث كون ذوات الجهات أجساما نشبك ذوات الجهات أجساما أفجي جسمه محدد جسمي بجسمي تعريف دكي نبوي معناه ليش؟ فإن الجسم لا يجوز أن يكون علة فعالية لجسم آخر. جسم كبا علته فعالية يجب جسمك إذ نكرة نابة يعني علة فعالية يعني كوي آني بميداني جسم يعني بميداني نينه بيها وي نابه كما سيجو بيانه بيانا يوره. فكي تقدم محدد الجهات على ذوات الجهات يجوز أن يكون بالعلة، وإن الجسم لا يجوز أن يكون علة فعالية إذا النوع سيسوه بل من حيث ذوات الجهة
تقدم محدد جهات لسر ذوات الجهات من حيث ذوات الجهات. يعني تشتي تعبير كي اوار حتى كي بيجن كي جيبوك جادو فهم به يعني انسان مقدم لسر كونه انسانه. يعني تش مقدمه لسر بونا تشتيه. وصل شيء لما. يعني تشتي بون وصفك يا جيبو تشتيه. التش مقدمه لسر بونا تشتيه. دمك عولي تشتيه باش بوين شيء يعني. أو اختيار جرى حاصل دبه. يساوي جنابه. يعني بذي معنى يعني دبي تشد فإن الاسم لا يجوز أن يكون عادة فعالية كما سيجوز بيانه بل إذا تقدم محدد الجهات ذوات الجهات بل من حيث ذوات الجهات من حيث ذوات الجهات وحيثيات تقدمه من حيث ذوات الجهات يعني تكون علة لهذا الوصف اللازم له يعني ذوات الجهات يعني الجهات صاحب الجهات قلت بيجي ذات الجهات وصفك يجيبوا جهات يرى لا ذات الجهات يعني خدي جهتي جهات وصفك يجيبنا وصفك جهات يعني كون شيء وصفنا شيئا وصل جل اي وصف بجرا وقابل تفيدته وصل شيء بيشتغل يعني عندما تقدمه من حيث الشيء كننا من حيث محدد الشيء على ذوات يجوز ان يكون بالعله لا من حيث كون ذوات الجهات الاسلاميه كمكي نجبه جسميته بل من حيث ذوات الجهات يعني تكون ذوات الجهات جيبوك وصف جهاتها والشيء مقدم للوسطية أبدا معناه شيء مقدم للوسطية ويجب تقدم محدد الجهات على ذوات الجهات التقدم بالطبع. نعم. ذوات الجهات مقدمة لسر محدد الجهات مقدمة لسر ذوات الجهات من تقدم طبيعية. كمكي مقدمة محددة جهاتا لسر تقديمه ولسر لسر ذوات الجهات تقدمه طبيعية طبيعته محددة بري ذوات الجهات يعني شخص ذاتي مثلا أمبيجن الشخص أو الشخص ذات الجهات أمبين مسألة عالية عربية يا كفرة عولي أب محدد الجهات أب جهتك عرضة أمبيجن هي أو خدي جهات باشي باشي يعني بويرانينكي ويرانينكي أجي دبيك يجب أن يكون بالطبع طبعا ولا رق محدد الجهات مقدم للجهات ذوات الجهات برب يجوز أن يكون بالطبع دباد بلي فإن الرفع المحدد من حيث هو محدد يوجب رفع ذوات المحدد ذوات الجهات من حيث ارتفاع الجهات وقتكم محدد الجهات من حيث المحدد قرابة محدد الجهات حيثكم محددها وقتكم تويراكي ده واجب كني كنت ذوات الجهات شراكي شنكي التعريف ذات الجهات بمحددة دي راسنا وقتك محددة راكت ذات الجهات شراكي يعني وقتكم محددة جهات تنه ذات الجهات جتنه يعني بويت يبلي كده مانه بويت يبلي كده ورفع ذات الجهة ذوات الجهة لا يجب رفع المحددة كنت ذوات الجهة راكي محددة جيكتراتكي تمكنينكي
تداري وشو داري راكد توي مرفي راكد يعني او رابو هما رابوناوي او جهات او جي محدده جهات جي كرابو دي مكنينك يعني محدده جهات او ضوابط الجهات التعاليم بلي دي كان اما ضوابط الجهات او محدده بلينا كيف وربط زوات الجهات لا يجب رفع المحدد من حيث هو محدد حسيتكم محددة رفعوي نادا جريكت المشكلة ولهذا جبوا بمعنى محدد جهاتي راكرناوي دا واجب كني رفع زوات الجهات اما رفع زوات الجهات نادا واجب كني رفع محدد جهات جبوا بمعنى لم يجزم الشيخ هنا بأحد القسمين يك جمال هادو القسماء بحث نكري يعني رفع في دا واجب كني آفيا نادا واجب كني بحث في تشتي نكري بحث كريه فدا بحث نكريه واذا بحث نكريه لم يذكر الشيخ ان وجود الجهه بعد امتناع تاخره عن وجود الاجسام ذوات الجهه هل يجوز ان يكون متقدما عليه ام لا؟ نعم كيف ابي مساله ذكرنا كريه مساله شيء ابا وجود جهته بعد امتناع تاخره عن وجود الاجسام ذوات الجهه يعني كلابه وجود جهته مؤخر بوجود اوان اجسامك خدي جهه يعني كان بيجي عرض مؤخر ذوات الجهه من داره كأرض مؤخر وجود ارض مؤخر وجود ضاربه هذه ممنوعه نوبه ارض هم هيك دارت له هشيم لم يكن أن وجود الجهة بعد امتناع تأخر عن وجود الأجسام ذوات الجهة أن وجود الجهة بعد ممنوع تأخروي وجوده هل يجب أن يكون متقدما عليه أم لا؟ يعني وجود محددة دبكو وجود محددة هل يجب أن يكون محددة دبكو مقدمة لسر وجود زوات وجود اجسام ذوات الجهات يا نه وجود اردم بلی داره گره هبه یا هر دو بهورانه يا ابيانك لم يذكر الشيخ يذكر نكريه ابي يذكر نكريه وذكر الفاضل الشارح أن الأليق بما ذكره في النمط الثالث في بيان أن الحاوي ليس علة للمحوى ذكر أن الأليق أنه لا يجوز ذلك يعني يجوز أن يكون هل يجوز أن يكون متقدما عليه أم لا يعني وجود جهته بشتكن نابكم أخرج وجود ذات الأجسام به جائزة كم مقدم به لسريان نه قلت يا جائزة إذا بجيفيانك ذكر الفاضل أن الأليق بما ذكره في النمط الثالث في بيان أن المحاوى ليس علة المحاوي ليس علة المحاوى أنه لا يجوز ذلك تقدم وجود جهته بشكل ممنوع تأخره وجود أجسام ذوات الجهة أو قلت لك يعني كاجي جائزة كما جائزة لأن عدم الخلاء يعني تأخره وين جائزة يا تقدمه وين جائزة وهل يجوز أن يكون متقدما عليه أو لا دمك أنه لا يجوز يعني تقدمه محدده وجود جهته كم ممنوعة كتأخر وجود أجسام به وجوداوي هل وجوداوي هل يجوز أن وجود الجهة أمان جهته ما بعد يمكن أن تأخر على وجود الأجسام
زوات الجهات اوان اجسام زوات الجهات اما جهات بخور وجود اوان يكون ممنوع وجود جهات اجسام. هل يجوز ان يكون وجود جهات مقدمه لسر وجود اجسام ذوات الجهات جائزه يا نجائزه؟ ايه تمام. يربي ذكر الفاظ بالشارع وان الالحق بما ذكره في نمط الصالح في بيان ان الحاوي ليس علة للمحوى انه لا يجب ذلك. يعني شيء وجود جهات نجائزه ومقدمه لسر ذوات الاجسام او يساوي. تمام. يعني لا لأن عدم الخلاء مقارن لوجود ذوات الجهات. يعني أبيا أم مثلا بوشلق تنية تنبونا بوشلقه أبيا مقارنة جبوشية مقارنة بوجود ذوات الجهات. يعني يعني ذوات الجهات جتنا لا عدم خلايا خلاتنا دم ذوات الجهات هنا عدم خلايا مقارنة بوجود ذوات الجهات. أنا مسعيد شيء بيجي دقيقة سيدا يقول وذكر الفاضل الشاري وأن العلاقة بما ذكره في النمط الصوتي بيان أن الحاوي ليس علة للمحوى أنه لا يجوز ذلك لأن عدم الخلاء مقارن لوجود ذوات الجهة وأمرين بوشلق تنبونا بوشلق دمكي إيكو خد الجهات هنا يعني دمكي ويدر التجاه كفواليكي تنتدا دمكي وقتها كان بين بوشلقنا دمك ذوات الجهات هنا معناه يأذى يعني فإن تأخر وجودها عن وجود الجهة أجل وجودها الشامة وجودها جهة تأخر بك تأخر عدم الخلايا أيضا عنه. إذا تأخر عدم الخلايا أوجي تأخر بك تبقي هبونا ذوات الجهات علامة تنبونا خلايا راسا وقتك ذوات الجهات كتبين مؤخرج محددين ويقع في دمكي امتناع خلايج مؤخرج متعددة ذوات الجهات وش معنى والمتأخر عن الشيء ممكن معه تبقى بيرا جيبا يعني تشكي مؤخر بدبك بيرا با يعني تمام جوي مؤخرة ما بذيارة دبك بيرا هبيش إذا عدم الخلايا ممكن مع وجود الجهات جهات هنا جهات هبل دبك على جيبا يعني فإذا عدم الخلايا ممكن مع وجود الجهة يعني الجهات ممكن لا واجبا دبق يعني تنبونا خلايا تبك وجود جهتية وهبونا جهتي راجع خلاط تنب يعني تنبونا خلايا هبه يعني الجهات هبه ودبك خلاط تنب هي ممكنة أما لا واجبة لا واجبة تمام يعني جهات هبه بنا جهتي تنبونا خلايا بهفضرة ممكن لا واجبة تمام ويلزم منه كون الخلايا ممكنة في ذاته تبي تفهم كرينيك وقتك خلا ممكنة مع وجود الجهات به ممكن مع وجود الجهات به ويقابل تمك خلا ممكنة كهبه
يعني ذاتي خدا ممكنة نواجبة أنا نج واجباتها ج ممكناتها ام دبين تنة يعني دي جديد تفهم كين دبك هبه قضية هبوناوي إمكان لي دبه قضية هبوناوي بإمكان لي ويلزم منه كون الخلايا ممكنة بذاته أما ممتنعا بغيره من هبوناوي يجيبون دعواكي أيريبه مسألة دمه ايوه محاله بذاته ممكنه اما امتناعه بخيرات شنفه ماني انا جبوك هنجي تشدن انجل جابونا خلايرا لو ما تنا والا بذاته ولا دبكو هبه ماني يا ابتشي كل ذاتي دا ببكو هبه جبوك فلان تشت هي ديت تنيا ابتشي واهي تشي واش تنيا كده بس ومحالم أم يجي محالة يعني يجي محالة كأم بيجن ممكن في ذاته هذولا إمكاناتها بقى جبوا خيرارة محالة بقى يجي كيف ستني مالي ولا نفس إنه زعمتنا زعمته هندك بجوا